السلام عليكم طلاب الأعزاء، عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد من الدروس الشيقة جدا اللي تفيد الطالب ولي الأمر، وهو درس التنشئة الاجتماعية. طبعا يا أولاد، عملية التنشئة الاجتماعية المقصود بها إن إحنا إزاي نزرع في ولادنا عادات، تقاليد، قيم، أنماط سلوك تخليه يقدر يتوافق ويتعايش مع المجتمع اللي عايش فيه. عملية التنشئة الاجتماعية هدفها الرئيسي إني أقدر أتكيف وأتوافق مع البيئة اللي أنا عايش فيها، سواء الأسرة أو المدرسة أو الشارع أو العمل، أي مكان. عملية التنشئة الاجتماعية هي اللي تخليني أقدر أستقل بذاتي، أعتمد على نفسي. ما هو مش ميزة إن أنا أفضل طول عمري معتمد على الآخرين. التنشئة الاجتماعية كمان هي اللي هتعرفني إزاي أكون اتجاهات، إزاي أبقى عندي معلومات ومعارف عشان لما أجي اتخذ قرار يبقى القرار في محله. اهم في العمليه الاجتماعيه بقى وعمليه التنشئه الاجتماعيه ازاي نكتسب الدور الاجتماعي. ماما لما بتقول لك معلش خشي اغسلي المواعين، اعملي الاكل النهارده، هي بتعلمك الدور الاجتماعي ليكي كأم. لما بابا بيسمح لك تنزل تشتغل في الصيف بيعلمك الدور الاجتماعي كأب. لما بيحملك مسؤولية تروح تودي حاجة تجيب حاجة بيعلمك الدور الاجتماعي كأب في المستقبل. إذا عملية التنشئة الاجتماعية عملية مهمة جدا، من خلالها بنقدر يكون لينا دور اجتماعي متفاعل داخل المجتمع، بيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي في مختلف الأماكن اللي نكون فيها. مشكلة عملية التنشئة الاجتماعية يا ولاد بقى هي ازاي بتتم. طبعا الدور الاكبر لعمليه التنشئه الاجتماعيه هي الاسره. الاسره هي اللي بتعلمني ازاي اكون. بس الاسره عندنا بتعتمد على اساليب تنشئه قد تكون صحيحه وقد تكون خاطئه. اما نيجي نتكلم على اساليب التنشئه الصحيحه، اسلوب القبول. لازم دايما الاب والام يظهروا قبول لابنائهم. لازم الاب والام دايما يهتموا براي اولادهم. ده هيخلي عنده تقدير ايجابي لنفسه، يعرف قيمه ذاته. في اسلوب المرونه والتسامح، اني لازم اسمع لاولادي. مرونه وتسامح، قول رايك واناقشك فيه. لازم الاب والام يناقشوا اولادهم باستمرار في ارائهم. تبقى في قواعد مرنه للتحكم في سلوكهم، مش مرفوض 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 من غير ابداء الاسباب. طبعا لو توفر اصول المرونه والسماحه، الابن والابنه هيشعروا بالطمأنينة، بالراحة، بقوة الثقة في النفس. فده كله هيؤدي إلى تنشئة اجتماعية سليمة. أسلوب تاني أسلوب الحزم، وده ساعات الأب والأم بيلجأوا إليه بس من غير عقاب بدني. حزم يعني وضع قواعد يمشي عليها الابن. هتخرج ترجع الساعة 9، لو ما رجعش 9 يتعاقب. هتذاكر وتجيب درجة كويسة هتطلع الرحله، لو ما جابش درجه كويسه هيتعاقب. ده اسلوب حزم بيضع لنا قواعد مرنه، لو الولد او البنت التزموا بيه هيؤدي في النهايه الى نتيجه ايجابيه. بينما اساليب التنشئه الخاطئه عكسها تماما بقى. لو رحنا مثلا اسلوب الرفض، دايما رافض ابني، دايما رافض انه ينطق بكلمه. ممكن يبقى ابني عنده حل المشكله، لكن اقول له انت عيل صغير خش جوه، انت بنت ما تتكلميش في الكلام ده، عيب. مع انه قد يكون ابني عنده الحل الامثل، وده هيدي تقدير سلبي لدى الابن عن ذاته وعن نفسه، وهيفشل في حياته. في اسلوب التسلط والتشدد. تسلط وتشدد، رفض تام لاراء الابناء، عدم السماح لهم بالمناقشه في اي شيء، ويبقى في افراط في العقاب لو الابن خالف كلام باباه او مامته. عقاب مادي، ضرب، اهانه. طبعا ده كله اثره السلبي ان الابناء ممكن يتمردوا على اهاليهم ويصل لدرجه الانحراف والتخريب والخوف من كل شيء، ويفقدوا الثقه في نفسهم. الاسلوب الاخير بقى، وده اللي منتشر في بيئاتنا المصريه والعربيه الى حد كبير، اسلوب التدليل والحمايه الزايده، الدلع. الدلع، ايوه زي ما بقولها كده، طلابي ما يزعلوش مني.
اللي ابني يعوزه اجيبه له، اللي بنتي تعوزه اجيبه لها. اجيب لها موبايل تضيعه، معلش يا حبيبتي اجيب لك غيره. ما تحلش الواجب وتقول اصل تعبانه، ما يهمكيش يا حبيبتي انا هكلم لك المستر. كل ما يعمل حاجه غلط نسامحه ونعديها له، ونحاول نحقق له كل رغباته. طب هيطلع راجل ازاي؟ هتطلع ست او اب او ام يتحملوا مسؤوليه ازاي؟ نتيجه منطقيه جدا طبعا ان يطلعوا غير قادرين على تحمل المسؤوليه، نتيجه منطقيه طبعا انهم يفشلوا في حياتهم العمليه والعلميه وكل حاجه. كل حاجه ليها حدود. دلع له حدود، الجد له حدود، لكن تدليل زائد يؤدي الى تدمير كل حاجه بنبنيها، لان الولد والبنت هيطلع عندهم تواكل، اعتماد على غيرهم، ما عندهمش قدره على تحمل اي مواقف. واحنا كأب وأم مش عايشين لهم طول العمر، فيطلعوا سلبيين غير قادرين على النجاح في اي مجال. ده كان باختصار درس التنشئة الاجتماعية، اللي هنواصل فيه الكلام بأمثلة أكتر باستفادة أكتر بإذن الله لما نبدأ في أول شهر 9. أشوفكم على ألف خير. سيكولوجي المصري، مع السلامة.